النهاردة هشارك معاكم اكتر طرق نفعتني وافكار ريحتني في تنظيف البيت، وكمان هقول لكم على الطرق الغلط اللي انا كنت بعملها وايه الطرق الصحيحة اللي عملتها، وبعد ما عملتها استريحت جدا وبقيت خلاص معتمداها في تنظيف البيت. اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا مش كل الاوقات ينفع فيها ان احنا نلم الغسيل بالطريقة المعتادة، لان احيانا مش بيبقى عندنا وقت ان احنا نطبقه، فبنضطر نركنه شوية، وممكن كمان يتركن لتاني يوم وللأسف بيتكسر. علشان كده اتعلمت طريقة حلوة قوي في لم الغسيل لو انا مش هطبقه في الوقت الحالي على طول، وهي ان انا افرد الغسيل وانا بلمه. بروح جايه شايله الغسيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وعلى كرسي كده، وببدا ان انا احطه فوق بعضه. انا عايزه اقول لكم لو قعد عندكم اسبوع، انا عايزه اقول لكم ان انا برضو حصل لي موقف قبل كده والغسيل قعد عندي حوالي 5 ايام ما اتطبقش، وبقيت احط على بعضه. فالطريقه دي نفعتني ان انا كمان مش بس ان هو ما بيتكسرش، لا ده انت بتيجي تطبقي الغسيل بعد كده لو قعد عندك حتى كذا يوم هتلاقيه بقى عامل زي المكوي وبقى مفرود جدا. لو متاح عندك بقى 10 دقايق بس تقدري ان انت تطبقي فيهم الغسيل حتى لو كان كوم غسيل كبير. هقولك ازاي. في طريقة انا شاركتها معاكم قبل كده بس هعيدها معاكم. الفيديو ده كله اللي هو الافكار اللي يعني اكتر افكار ريحتني في الروتين اليومي يعني. بصي يا ست، هتجيبي كوم الغسيل بتاعك كده وتفرزي الغسيل كله قبل ما تطبقيه. حطي لكل فرد غسيله لوحده، فوط لوحدها، ملايات لوحدها. انا الغسيل ده اللي قدامكم مش كتير، لكن لما بيبقى كتير كمان سواء كتير او صغير اعملي الطريقة دي وشوفي الفرق هيبقى ازاي. كل الموضوع ان انتي بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، هو التفكير اللي بياخد مننا وقت اكتر من عمايل الحاجه نفسها، فاحنا كده بندي فرصه لنفسنا ان احنا هم دقيقتين بس اللي هنفكر فيهم ان احنا نفرز الغسيل، وبعد كده هتيجي تطبقي تلاقي نفسك الموضوع بياخد منك دقايق في التطبيق. فالتطبيق هو مش بياخد اصلا وقت، الوقت كله بتاخديه في ان انت تفضلي تفرزي في الغسيل وانت بتطبقي، فده علشان كده بياخد منك وقت. فجربي طريقة ان انت تفرزي الغسيل الاول هتلاقيه مش بياخد منك وقت خالص. تعالوا ندخل على الفكرة اللي بعد كده، وهي اتعلمتها بصراحة من عاملة. كنت قاعدة في مستشفى كده والعاملة وهي بتمسح لقيتها عاملة فكرة حلوة قوي. حاطة في جردل المسح مية وبس، والمنظف حطاه في ازازة. بصوا انا بقول لكم هنا لا مش هنحط المنظف في الجردل، احنا هنحط ميه بس. وانا جبت هنا ازازه شامبو حطيت فيها المنظف وحطيت عليه كملتها ميه، وبدات ان انا اخترت ازازه الشامبو علشان ان انا لما اتك عليها تخرج لي السائل. ولو ميلتها مش هتخرج حاجه، بعكس الازازه هي كانت حاطه في ازازه كبيره وكانت خرماها. فانا هنا علشان مخرومش ازازه يعني جبت ازازه الشامبو غنتني عن الموضوع ده. وعايزه اقول لكم بقى برش بيها على الارض نفسها وانا بمسح، فرقت معايا في ان بقيت حاسه ان تركيز المنظف على الارض اعلى بكتير من ان انا احطه في جردل الميه. اداني ريحه اقوى واداني نظافه ولمعه احسن. هنا بقى بصوا ايديا السلكه دي او الاسبونشه اللي هي فيها خطوط سلك دي، لقيتها لاحظت ان هي بتبري ضوافري. فكان الحل ايه؟ شايفين اللي قدامكم دي انا كنت شارياها للحلل التيفال وكده يعني من رنين. انا وريتكم القديمه منها كانت عامله ازاي. دي بقى انا حطيتها على الاسبونشه دي علشان ما تحسوش انها سميكه، علشان كده وريتكم القديمه منها. ان هي اصلا يا دوب يومين وبتهبط خالص، مش بتفضل على حالها ان هي بتفضل سميكه كده او بتفضل ناشفه او كده، يا دوب يومين بالظبط وبتلاقيها طريت خالص معاكي وبتبقى يعني السمك بتاعها بيقل. ودي حاجه مش حلوه فيها، لكن انا بصراحه نفعتني لما حطيتها على الاسبونشه دي، لان السلك اللي في قلب الاسبونشه دي قوي جدا، الخطوط السلك دي. فهي حلوه مع المواعين بتنظف، بس وحشه على ضوافري ما كانتش بتكبر خالص وبتتاكل وبتتقصف وتحس ان انا باكل في ضوافري كده. فهنا بقى عايزه اقول لكم كمان الخطوط اللي هي في العلب البلاستيك دي في الغطيان بتاعتها السلكه طبعا ما بتنضفهاش. فعملت ايه؟ جبت الفرشه دي نفعتني خالص، كنت شاريها برضو من رنين، كانت عامله تقريبا 9 جنيه او حاجه يعني رخيصه، وفي نفس الوقت هي نفعتني بقى في الحاجات اللي زي دي.
فهي حلوة جدا واحسن من فرشة الاسنان في الحاجات دي بصراحة. ان في ناس بتستخدم فرشة الاسنان وانا كنت بستخدمها، بس دي طلعت افضل يعني في الاستخدام. هنا بقى كنت طبعا ايه اجي اطلع البقع بايديا كده، ادعك البقع في التيشيرت بالشكل ده. فهوريكم بقى اللي هي السيليكون دي، الليفة السيليكون دي بقى حلوة قوي في البقع، في ان هي تطلع البقع. ومش بس بقع التيشيرتات والحاجات دي، انت بس حطي المنظف بتاع البقع على التيشيرت وابدأي ان انتي ادعكي، وبعد كده حطيه في الغسالة. حلوة بقى كمان في ايه، في البقع بتاعة الحيطان، لو عايزة تنضفي بقع على الحيطة او كده نضفيها بيها برضو. انا بنضف بقع على فكرة ال الحبر بمعجون الاسنان وبالليفة دي كده. طيب هنا بقى بدل التنفيض برضو انا بعيد معاكم حاجات قلتها لكم قبل كده زي الفكرة دي. بدل التنفيض انا استغنيت عن التنفيض ده تماما. انا مش بحب انفض السلك لانه مع الوقت بيتقطع، فاستبدلته بالفرشة دي. والفرشة دي ناعمة قوي، حاولي ان انت تجيبي انعم فرشة للسلك عندك علشان مش هتخلي لك تراب خالص للسلك وللقلل كمان اللي هي بتقول عليها البرانق. طبعا السلك العادي استبدلته بالسلك الستانلس، وبقالي على الموضوع ده حوالي 10 سنين ما بدخلش السلك الالومنيا ده خالص، ما بغسلش بيه مواعين خالص. مش هقول لكم ما بدخلوش البيت، لا بستخدمه. بستخدمه في الحمام وبستخدمه على البوتاجاز وفي الحوض كمان. علشان بستخدمه في الحاجات اللي هي يعني ايه، اللي هو هستخدمه استخدام واحد وهرميه على طول. هتقولوا لي بيسيب فتافيت سلك وبيصدي في الحمام، لا هقول لكم ان انا بشطف كويس ومش بيسيب اي فتافيت. بس مش فكرة حلوة ان انا استخدم اسفنجة في الحمام يعني، او حاجة هستخدمها مرتين تلاتة. بصوا بقى السلك، انا بوريكم هنا التجربة في الطبق ان انا سبتها شوية في قلب الصابون. شوفوا عملت ازاي لما جيت شلتها كده وشلتها وصفتها كده، لقيتها ايه، بوظت الصابون اصلا وغمقت لونه. فهنا بقى ضوافري انا طبعا عشان ما بستخدمش السلك ده خالص، ضوافري بيضة ونظيفة، لاني مش بستخدم غير السلك الستانلس والسلكة اللي انا وريتها لكم دي اللي هي سبونشة وفيها خطوط سلك بس. علشان كده من يعني ضوافري دي الحمد لله غسيل المواعين او السلكة والكلام ده مستحيل ان هو يبهدل ضوافري، لان السلك الالومنيا ده بجد بيبهدل الضوافر وبيبهدل الايد نفسها. تبصي على ايد واحده كده تلاقيها مشققه وسودة ومش عارفه ايه. ومش ايد واحده، ده ايدي انا ايدي انا زمان لما كنت بستخدم السلك ده كان بيدمر لي ايدي. عايزه اقول لكم في مره برضو ما كانش عندي سلك استلس واستخدمته، ايديا باظت. كان كل مثلا يا دوب كام طبق لازم اقطع سلكه جديده. طيب هنا بقى طبعا انا بشارك معاكم الحاجات اللي انا استبدلتها بحاجات تانية، يعني حاجات كنت بعملها غلط، فالطرق الاريح بالنسبة لي اللي انا استخدمتها. طيب هنا بقى عايزة اقول لكم الفوطة دي بقيت لما يكون عندك مواعين كتير، حطي فوطة زي كده وابدأي ان انت تغسلي المواعين على الفوطة على الرخام. ليه؟ الحركة دي هتوفر لك نص تعبك في غسيل المواعين، او نص مجهودك في غسيل المواعين. بالنسبة للناس مثلا اللي ظهرها بيوجعها لما تغسل مواعين كتير، عندك مواعين كتير مثلا انت في بيت عيلة بتغسلي مواعين كتير قوي وظهرك بيوجعك، ايديك بتوجعك، مفاصلك بقى بتوجعك، صوابعك، في ناس صوابعها تقول صوابعي بتوجعني من كتر ما انا بغسل مواعين. لو انت بقى بتمر بحاجة زي كده، الحركة دي ان انت تستخدمي الرخامة في ان انت تسندي عليها حتى الطبق وانت بتغسليه، هتبصي تلاقي الحركة دي. احنا طبعا يعني الحركة دي بنعملها تلقائيا واحنا بنغسل الحلل، بس طبعا لو عملتيها كمان في الاطباق وكمان فردتي فوطة علشان الرخام بتاعك ما يتجرحش، وكمان الفوطة نفسها هتساعدك ان انتي ما تتعبيش وانتي بتغسلي المواعين. جربي الطريقة دي واستمري عليها على طول، سواء عندك مواعين كتير او صغيرين، ومش هتتعبي ابدا في غسيل المواعين. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكون الافكار اللي فيه يعني لو فكرة واحدة حتى طلعتوا بيها. ما تنسوش بقى رأيكم في التعليقات ولايك على الفيديو، واستنوا مني الافكار الجديدة. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.